جدا جدا لانه في منتخبات عديده حققت الثلاث نقاط صراحه. يعني في منتخب فيها ممكن تسديد، المراوغه تاتي من اسماعيل، العرضيه والراسيه ممكن، والهدف الاول. نعم، والهدف الاول ياتي في الدقيقه الثالثه. مشاهدينا الكرام، هذا هو السيناريو الذي كنت اتكلم عنه، هذا هو السيناريو المثالي اللي ممكن يحدث. مشاهدينا الكرام، سقراط جاب الجديد، سقراط جاب الجديد. نعم، في هذه الاثناء اذا يمرر اسماعيل والكره في منطقه الجزاء، والثاني غير معقول، الثاني يضيع، الثاني يضيع. كان بامكان المنتخب المغربي يسجل الثاني عن طريق الداود. رجعت الكره كاليدونيه والسعيدي يرفع كره السعيدي وبالراس، والهدف الميدان. الراسيه ممكن، الراسيه ممكن، خطا. هل فيها خطا اللقطه الماضيه؟ والثاني ينادي، الثاني ينادي. نعم، قلت لكم ان الشباك ستهتز للمره الثانيه. نعم، والصوره واضحه. وليد بن صلاح يدون ثاني، واشرب يا نبيل يا با. الصوره تتغير، واليوم في احلى بدايه امام كاليدونيا. هذه الرعاده، الكنترول، الاصطدام حصل، ولكن الاصرار تواصل. ياتي وليد بن صلاح ونبيل داودي يرفع الداودي، والهدف الثالث. نعم، والهدف الثالث عن طريق اللعب وليد بن صلاح. يا لو من منتخب مغربي هجومي، يا لو من منتخب مغربي مذهل في هذه اللحظات. 17 دقيقة 3-0 للمنتخب المغربي. منتخب يولد من جديد، ومنتخب ينطلق من جديد. حمزة يظهر من جديد، حمزة يمشي بالكرة، الداودي عندك المجال، الداودي يعكس كرة، والهدف الرابع يضيع غير معقول. لازم يا شباب نستغل الفرص، لازم يا شباب نستغل. من القائمة الأساسية مقاتل مع اللقاء الأول والثاني. هناك خطأ. لا 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 لا، تهور كبير. ممتاز، اسماعيل العود يمر من الأول والثاني. اسماعيل يفقد التوازن، يفقد التوازن لأنه كان في تدخل، وبالتالي برافو الحكم الكوري الجنوبي. يعود إلى الهجوم المغربي. برافو السعيدي، برافو الخروج بالكرة، مراوغة ممتازة فيها إنذار. خرج الصفرة. هنا القانون واضح، صفرة تأتي، وبالتالي ضربة حرة للمنتخب المغربي. مناسبة تنظيم التظاهرات الدولية والقارية في المغرب، هناك حدث آخر مهم جدا يوم 19 في اتجاه الداودي. ممتاز، الداودي عندك الكرة الآن، يعمل كنترول، يدخل الداودي يطمع فيها الداودي. هذا هو اللي تكلمت عنه، هذا هو اللي تكلمت عنه. يا الداودي هنا من زاوية مغلقة، نلعب بمهاجمين في ظل النقص العددي لكاليدونيا، والهدف يضيع من جديد. سي من الفرص الضايعة. يعني هو محق نبيل با على فكرة في هذه المسألة أنك تضيف مهاجم آخر على حساب لاعب وسط ميدان. المتابعة بتمريرة هنا داخل منطقة الجزاء، بالكعبة تتحضر، والتسديدة والرابع. نعم، والرابع وإن تأخر، ولكنه يأتي قبل دقائق من الجولة الأولى. برافو الداودي وسط السيقان ووسط مدافعي المنتخب. نعم، الكاليدوني بين الداودي وباها. هنا البديل يدخل مغربية، والكرة بالعرض من جديد، والخامس. نعم، الفستيفال يتواصل، الكرنفال يتواصل، الأشبال يواصلون الزئير. هنا الخامس في هذا الشوط الأول، خمسة وخميس. هنا في عرض ممتاز، عرض فاق في الجهة اليمنى، المراوغة والحضور والتسديدة والدفاع بعد ذلك. الدفاع هنا بالعرض والراسية، والهدف السادس. نعم، الهدف السادس. كل الطرق تؤدي إلى الشباك، كل الطرق تؤدي إلى الشباك. نعم، الطريق سالك نحو المرمى من أجل هدف سابع، والكرة تتحول. سعيدي لمن؟ سعيدي يرسل طويل، سعيدي يرسل طويل، الكنترول، والسابع. نعم، السابع ياتي في الشوط قياسي. نعم، 7-0. زياد با ينضم الى المسجلين في هذه المباراة. ما احلى هذا الشوط، ما اروع هذا الشوط. سكور نعم تاريخي بالنسبة للمنتخب المغربي. اذا كنا خسرنا ب6-0 امام البرتغال، ولكن اليوم سنحكي عن رقم قيداني. حداني يمشي، حداني يرفع كرة، الثامن الكرام بعد طردين. هذه الكرة العرضية الرأسية، ولكنها مرت
إداوي يرفع كرة داخل منطقة يلا جزاء الرأسية، ولكن هنا في طريق الخلفي وسيرفع في القائمة الثانية. الرأسية لم تتجاوز الخط. لازلنا هنا مع المنتخب المغربي. الحكم يرفع الراية فعلا، الحكم يرفع الراية. انطلاقة من إسماعيل. العود أسرع في خطأ نعم، الخطأ يأتي بطاقة صفراء. عقب انتظار هنا الكرة تسدد مباشرة، والهدف الثامن الخلفيوي مباشرة إلى الشباك. ألم أقل لكم بأن مرمى كاليدونيا نعم باتت مفتوحة تماما، الطريق نحو مرمى كاليدونيا. التاسع يلا التاسع لا وحدي داخل منطقة يلا الجزاء العرضية، والهدف التاسع نعم سرعان ما يتم التدارك عن طريق زياد باها. في أقل من 5 دقائق يتم تسجيل هدفين. صرنا 9 أهداف مقابل لا شيء. إذا كنا نتحدث بل تحدث كثيرون عن السقوط المدوي أمام البرتغال، عندها 3 نقاط وتنتظر مباراة أخيرة، بينما الكرة العرضية هزيمة وكأن المباراة 0-0. هذه كرة وتسديد على الله، هذه الكرة العرضية العاشر يضيع يا الحداني، لكن ما يحسب للمنتخب المغربي اليوم سيسجل أكمل كرة. هل يأتي العاشر الآن؟ التأودي داخل منطقة جزاء زياد بعيدة 10-0. هذه كرة للأمام، إمكانية رفع الكرة العرضية. زياد والعاشر عن طريق اللاعب الحداني. العاشر مباراة للتاريخ وسكور تاريخي في تاريخ المنتخبات الوطنية. نعم في مشوار المنتخبات الوطنية لأول مرة يحدث ذلك 10 أهداف مقابل لا شيء. نعم 10 أهداف. تكلم على البطولات العالمية المباريات الرسمية هكذا. حمزة بوهدي خلفي ويلعب الكرة على الطرف الأيمن. يلا يا وسيم توقف. السعيدي يتقدم. والهدف 11. الهدف الحداني يظهر مرة أخرى. ألم أقل لكم بأن الحداني نعم مهاجم بمواصفات خاصة. الحداني اللي أعطى مؤشرات كبيرة جدا في اللقاءات الودية الماضية، والحداني يظهر مرة أخرى نعم ويسجل الهدف 11. الفيستيفال يا سادة يا كرام، الكرنفال يتواصل. أخير هذه كرة من العرباوي والراسية. هنا وقع الزحام داخل. أسطر على كلمة مكون لأن الفرق. هذه وزان ولكن مرة جانبية. ذلك وهبي عمله تجسد على أرضية الميدان وشفنا نجاحاته. وهبي لما تبحث عن الجهة اليمنى العرضية والهدف 12 ممكن. إسماعيل والهدف يضيع. خلفيوي عبد الله وزان من جديد. عبد الله يسدد لكن بعيد. صار استلام من طرف اللاعب العرباوي. الراسية مرة تالية. والكرة مرة تالية. لا نتراجع نبقى بنفس الإصرار. 12 العرضية. زياد والهدف. حارس المرمى يتصدى. لازلنا مع العرباوي. ماذا سيفعل العرباوي؟ لا يا وسيم علي يا وسيم. العرضية يا وسيم، هذه ممكن تكون أعلى. التسديدة روعة الجول يا عبد الله يا وزان. أخيرا لا يمكن ألا يسجل وزان في هذه المباراة وأي صورة وبأي طريقة. عبد الله وزان يسجل الهدف 12. صار عندنا +4 مشاهدينا الكرام، عبد الله وزان على الطرف الأيمن. يلا 13 نعم الهدف 13 للمنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام سجل يا تاريخ. شخصيا هذه أول مرة أعلق على مباراة وصلت فيها النتيجة إلى هذه المحصلة وإلى هذا الرقم. وشيء جميل أن مع 14 والكرة يد عن التمرير. نعم عبد الله وزان والهدف 14 يضيع فيها ركنية. نعم لمسة المدافع. الكرة ترفع بهذا الشكل مقوصة. وزان 10 دقائق تبقت. يلا الرابع عشر الآن. هذه فرصة الهدف.
الهدف والرابع عشر. نعم، الرابع عشر. المهرجان لا يتوقف، الفيستيفال المونديالي لا يتوقف. اسماعيل العود يسجل الهدف الرابع عشر، وهي نفس عدد الأهداف المسجلة في الجولة الأولى. الحداني لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما. توصل على جهة اليمنى. لو سجلت هذه الحداني. لو سجل الخلفيوي في القائمة الثانية. مراوغة ممتازة، تسديدة والهدف يضيع مرة أخرى. يعني حسب الوانتو ممكن. وزياد زياد الكرة للركنية، ورغم ذلك حمزة التمريرة واسماعيل البينية والمراوغة والتسديدة. الهدف الخامس عشر. 15-0. نعم 15-0 مشاهدينا الكرام. يا سلام يا اسماعيل، يا سلام. وسيم يتوغل العرضية والهدف. نعم عبد الله وزان. الماكينة الهجومية لا تتوقف.